بردة المديح للإمام البصيري رضي الله عنه. الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام. أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم، محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العزال في صمم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصم. الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم،
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم، أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم، وكيف تدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم، لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم.